السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة الفيديو طبعا عرفتوا احنا فين دلوقتي ومسافرين رحنا فين. اتمنى او قبل ما نبدأ الفيديو الجميل بتاعنا نصلي بينا الاول على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما نبتدي الفيديو الجميل بتاعنا متنسوش بقى تعملوا اللايك للفيديو واشتركوا في قناتي لو لسه ما اشتركتوش وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كل سنة بحب أشارك معاكم فرحتي بالعمرة وفرحتي وأنا رايحة وبجهز التحضيراتي للعمرة وبعمل كل حاجة. فالمرة دي أنا كمان كنت عايزة أشارك معاكم فرحتي النهاردة بالعمرة. طبعا مهما تروحي مكة ومهما تزوري تروحي الحرم وكده تحسي ما بتشبعيش. طبعا احساس طبعا لا يقدر بكنوز الدنيا. فرحة جميلة واحساس جميل، حتى الولاد كمان بيكونوا فرحانين اكتر مننا، كمان بقوا مبسوطين وفرحانين وعايزين يلا يا ماما يلا نروح مكة. هنروح مكة امتى؟ وخلاص اتعودوا ان احنا في رمضان بنروح مع بعض نعمل عمرة رمضان. ربنا يتقبل يا رب مننا ومنكم صالح الاعمال. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق وكل محروم بالذرية الصالحة، ويرزق كل واحد نفسه في عمره او حج، يرزقه باللي بيحلم بيه، ويرزقه بعمره ويرزقه بحج يا رب، اللهم امين. وما تحرم حد فعلا يعني، يا رب يا رب ما تحرم حد من اللحظة الحلوة الجميلة ديت، لان هي فعلا فرحة لا تقدر بمال، لان جميلة، احساس حلو وروحانيات جميلة. عارفين يعني ايه متجمعين من كل بلاد العالم، الهندي والباكستاني واليمني والجزائري والعراقي والتونسي وسوريا، كله والاتراك ما شاء الله عليهم هناك في الحرم كانوا منورين، والمصريين الله اكبر عليهم طبعا كانوا منورين جدا. انا حاسه ان 3/4 الحرم كان مصريين ما شاء الله السنه دي يعني. كل ما امشي والاقي واحده مصريه اقول لها انت مصريه، تقول لي طب ما انت مصريه انت كمان، اقول لها ايوه انتوا حلوين قوي. المصريين جمال 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 ومنورين الحرم ما شاء الله عليهم. ربنا يا رب يحميهم ويبارك فيهم. امهاتنا الكبار دولت عسلات عسلات كده في الحرم. ربنا يتقبل منا ومنهم يا رب ومنكم صالح الاعمال. احنا دلوقتي كده في الطياره متجهين لجده طبعا. عايزه برضو الفيديو ما يبقاش بس كده معلومات يعني ان انتوا تتفرجوا على الفيديو، لازم تكونوا طالعين من الفيديو على الاقل مستفيدين ولو بمعلومه بسيطه. الرحلة بتاعت فلاي اديل ديت كان عليها عرض في يوم التأسيس، طبعا كلكم كنتوا عارفين. فانتهزنا فرصة ان كان في عرض كويس. احنا اصلا بنطلع بالسيارة مش بنطلع بالطيارة خالص. فلقينا عرض كويس انا فحجزنا بصراحة، لان انتوا عارفين عمرة رمضان بتبقى يعني على قد ما هي جميلة وكل حاجة، بس طبعا فيها مشقة شوية عشان بنكون صايمين وسفر بقى 10 ساعات بالسيارة، فكان بيبقى صعب قوي علينا. قبل ما يكون سفر صعب علينا احنا يا كبار، بيبقى طبعا على الولاد صعب جدا، بيبقوا هلكانين اصلا، فاللي هو ما بيبقوش قادرين اصلا يعملوا معانا العمرة، فاحيانا نسيبهم والله في الفندق مش قادرين. المهم الرحلة دي كان عليها عرض، كانت تقريبا الفرد 85 ريال. فحجزنا وبعدين رحنا مكة جدة الأول، طبعا بننزل في جدة. المهم المفروض أصلا في باصات مجانا بتوصل المعتمرين لجدة، بس احنا خدنا تاكسي لأن احنا اصلا طول الليل ما كناش نمنا، وقلنا بقى الباصات دي اصلا عيبها حاجة واحدة، ان هي كل شوية بتقف، يعني كل محطة بتقف تحمل وتفضي وتحمل وهكذا. فاللي هو قدامك ممكن تاخدي اصلا طريق جدة مكة تقريبا هو ساعة، لو في الباص ممكن تاخدي اكتر من كده. فاحنا قلنا الساعتين اللي احنا يعني
هنقعدهم في الباص ده، نروح ننام احسن في الفندق شويه قبل العمره، لان احنا كنا اصلا ما نمناش طول الليل اصلا خالص. فقلنا ايه، ناخد تاكسي. خدنا تاكسي ب 200 ريال. رحنا طبعا، هو اجتهادي يعني، في اللي بيقولك 200 250 300. انتي بقى وشطارتك معنى اصح. فخدنا تاكسي ودانا الفندق في مكة. رحنا بقى الفندق، اصلا احنا كنا حاجزينه برضو. الفندق ده احنا متعودين برضو بننزل عليه كل مرة، مش بنغيره خالص، لان بصراحة نضيف، حاجة كويسة جدا. الميزة فيه برضو، انا كنت صورت لكم في الفندق قبل كده العمرة اللي فاتت تقريبا في رمضان. فالمفروض ان احنا يعني ما مش هندور لسه على فندق، والافضل ان انت قبل ما تطلعي مكة تكوني حاجزة الفندق بتاعك علشان ما تتعبيش. كده احنا وصلنا وقعدنا حوالي ساعة كده، ريحنا بس ساعة ونص. مروان كان عنده اصلا سيشن، خليته خد السيشن بتاعه. وبعد كده رحنا بقى عملنا عمرة، وسبت الولاد، لا يا ربي سبتهم، خدتهم معايا، ما سبتهمش في الفندق، خدتهم معايا. بس اتبهدلوا جدا جدا، بقوا يعيطوا من الزحمة. احنا كنا في الطواف مش قادرين. احنا دلوقتي بقى راكبين الباص اهوت من قدام الفندق، ورايحين الحرم ان شاء الله، ربنا يتقبل يا رب. المفروض بقى ان انا كنت سبت ولادي لان هما ما كانوش حارمين اصلا، والمفروض ان انا كنت هسيبهم. بس المشكله ان احنا في صيام، فكنا هنفطر في الحرم، فهم كمان كانوا صايمين، الاتنين كانوا صايمين. فكان صعب ان انا اسيبهم في الحرم لوحدهم، كان لازم يجوا معانا عشان افطرهم. خدتهم معايا في الطواف. بعد كده طبعا فضلوا بقى اتبهدلوا جامد معايا في الطواف، وفضلوا يعيطوا، والجو حر والزحمه، الناس بتزق طبعا، فغصب عن الناس يعني، هم مش متعمدين يزقوهم ولا حاجه، وهم بقى متخيلين ان الناس بتزقهم هم بس يعني. ففضلنا نحاول فيهم كده، معلش ويلا، وقربنا وخلصنا لحد لما خلصنا الطواف الحمد لله. سبتهم مع ناس مصريه برضو كانوا قاعدين كده في السعي. قالوا لي خلاص يا حبيبتي سيبيهم معانا وكملي انت عمرتك وما تقلقيش عليهم يعني. ربنا يجازيهم طبعا كل خير، وبشكرهم يا رب من قلبي بجد، لان هم بصوا شالوا عني كتير جدا. الناس المصريه، ستات مصريه كده بس عسلات قوي. فضلوا الولاد معاهم. طبعا احنا كنا العمره بتاعتنا كنا بادئين بعد صلاه العصر على طول، واحنا دلوقتي كده في الطريق لباب الملك عبد العزيز، على اساس ان احنا هنطلع على الطواف من داخل الصحن. تمام. طبعا هو مشوار طويل 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 جدا جدا عما وصلنا لباب الملك عبد العزيز. بس يلا، كل شيء بثوابه وكل شيء بأجره طبعا. ربنا يتقبل يا رب، ربنا يتقبل، اللهم امين اللهم امين يا رب. مهما كان فيها مشقة بس برضو جميلة، وكنا فرحانين جدا الحمد لله. بس كده خلاص، احنا دلوقتي بقى في الطريق. المهم سبت ولادي بقى في السعي في الصفا والمروة، سبتهم مع ناس وكملنا احنا بقى. بصراحة شالوا عني كتير جدا، كنت مبسوطة بقى، وعرفت ادعي وعرفت اركز في دعواتي، لان انا كنت زعلانة عليهم. كل ما اجي ادعي واحس ان انا اركز في الدعاء وولادي يعيطوا، لا تعبوني يعني. انا اصلا ندمت ان انا خدتهم معايا في الطواف، كان المفروض سبتهم في الفندق، وبعدين رحنا خلصنا عمرتنا ورحت جبتهم ورجعنا تاني. بس قدر الله ما شاء فعل بقى. خلاص انا برضو كان نفسي يشوفوا الاجواء ديت برضو، ويفرحوا ويشوفوا الكعبة ويدعوا هم كمان برضو. زي ما انتم شايفين كده، احنا متجهين لباب الملك عبد العزيز علشان نطلع ننزل الطواف في الصحن. عايزه اقول لكم كمان، مكه السنه دي سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله يعني. احنا كنا كلنا بنتمنى ان احنا نشوف مكه زحمه وفيها ناس بعد الكورونا طبعا. من المنظر اللي احنا كنا شايفينه ايام الكورونا، ان الصحن يبقى فاضي كده، كانت صعبه علينا كلنا ان احنا نشوف كم الناس ده. ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. في السعودية في الحرم المكي ما شاء الله يعني. والله على قد ما كان الواحد ماشي في الزحمة ومش عارفين نمشي ولا نقعد ولا أي حاجة، بس كنا فرحانين إن الحرم رجع تاني. الناس كلها بتدعي، والناس كلها لابسة زي بعض، سواء الإحرام سواء النساء لابسين أسود. ما شاء الله يعني، إحساس حلو جدا وروح جميلة. حتى وإحنا بنفطر تاني يوم بقى، احنا رحنا الحرم، احنا قعدنا يومين بالظبط. تاني يوم بقى لما صلينا العصر وفضلنا بقى في الحرم لحد صلينا التراويح، واحنا بنفطر المغرب كده، اقسم بالله احساس عمري ما هنساه. كلنا جنب بعض، وكلنا بنفطر نفس الفطار اللي هو تمر وقهوة
ايا كان يعني اللي كان موجود، دي بتدي لدي ودي بتدي لدي، كلنا بندي لبعض مع اننا كلنا معانا، يعني كلنا جاي لنا، احنا طبعا عارفين ان الحاجات دي كلنا بتتوزع علينا كلنا في الحرم. آم، يعني ما شاء الله كلنا كده تحس روح واحدة، وكلنا بندعي لربنا، كلنا بندعي بدعوات، كل واحد ليه دعوة جواه بيدعيها. لا احساس حلو، احساس جميل ما شاء الله. بس هي بس الولاد هم اللي بيقرفونا شوية بس مش اكتر يعني. لكن اي حاجة في الحرم جميلة ما شاء الله. احنا كده بقى في اول يوم خلاص نزلنا الطواف، وهنبتدي بقى الطواف. انا عارفة ان احنا مش هنعرف نصور مع الكعبة. قبل ما نبتدي العمرة قلت لهم يلا صورتين حلوين كده مع الكعبة بسرعة، لان احنا واحنا خارجين مجرد ما بنخلص الشوط السابع على طول تلاقيكي انت بتزقي اصلا بتزقي لبره يعني خلاص، ولا قعدتي تعرفي تتصوري ولا اي حاجه. فخدي صورتين كده قبل ما تبدأي، وابدأي بقى على طول ما شاء الله العمرة بتاعتك بقى، وادعي وحاولي برضو ان انت ولادك لو معاكي ولاد وكده ما يلبخوكيش، وتركزي في دعواتك وعلى قد ما تقدري يعني. ما شاء الله يعني ربنا يا رب يكتبها للناس كلها ده يا بقى رب، وما كان تحرم تاني حد من يوم، اللحظة تاني يوم الحلوة الجميلة العمرة. دي. اللهم احنا امين يا بقى رب. صلينا العصر فوق على السطح كده. قلت له تعالى نطلع بقى على السطح، يعني الجو اصلا في مكة حلو جدا، مش حر اللي هو اللي انت يعني ما تقدريش تقعدي فوق من غير مكيف، لا عادي جدا الجو تحفة. والدليل على كده ان الناس كلها كانت قاعدة ما شاء الله، مش حرانين ولا حاجة، هو بس شوية بتوع الشمس كده اللي هو العصر كده وبس كده. بعد كده الجو بقى تحفة جدا، وكلنا بنصلي ولا متضايقين ولا حرانين ولا اي حاجة، ومركزين في دعواتنا ومركزين في صلاتنا الحمد لله. فقلت له بقى تعالى نطلع السطح نصلي فوق، على اساس يعني ان العدد هيبقى خفيف شويه. لا ما شاء الله يعني ما فيش اصلا مكان خفيف في الحرم، هو كل يعني اللي فوق زي اللي تحت بالظبط. ما شاء الله ربنا يتقبل منهم اللهم امين، وربنا يرزق كل مشتاق يا رب اللهم امين بعمره جميله زي عمره رمضان، واي عمره في اي يوم يعني مش لازم رمضان جميله برضو. هنا بقى صلينا العصر وقعدنا بقى نقرا قران لما المغرب اذن. طبعا قبل المغرب كده بنص ساعه ولا بساعه تبتدي بقى دعواتك الجميله، دعواتك الجميلة اللي موصيكي بقى بدعوة حلوة، أي حاجة بقى منك لربنا كده بتقولي اللي انت عايزاه. وبس كده، هو ده الفيديو بتاعنا النهاردة، وبكده يكون خلصنا الفيديو. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. تنسونيش بقى من اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.